يومين اللي فاتوا في حد من مشتركين القناة بعت لي على البيج بتاعتنا على فيسبوك وبيقول لي انه بيشتغل مع شركة على الانترنت وبيعمل لها شغل ترجمة. المشكلة ان الشغل الترجمة ده كان بيقوم بمهام بسيطة جدا مقابل فلوس كتيرة الشركة كانت وعداه بيها زي مبلغ $1000 واكتر مقابل شغل بسيط جدا من الترجمة. المهم الشخص لما وضح لي الصورة وقال لي ان الشركة طالبة منه ان هو يبعت لها فلوس علشان خاطر يقدروا يعملوا له ايداع او تحويل بالارباح بتاعته اللي هي تقريبا فوق $1000 واكتر. وهنا كانت المشكله، انا اول ما شفت الرساله دي قلت على طول دي عمليه نصب بتتم. المهم بعد ما شفت الرساله وقريتها كلها اعتذرت عن التاخير في الرد وكتبت للشخص ده اوعى تكون بعت اي فلوس للشركه. للاسف رد بان هو فعلا بعت 5000 جنيه، والمشكله الاكبر انه بعد ما بعت ال 5000 جنيه دول طلب منه 2000 جنيه تاني يبعتوه علشان خاطر يقدروا يحولوا الارباح بتاعته على حسابه. والله يا صديقي انا اول ما شفت الرساله دي وبعد ما اتكلمنا انا زعلت جدا ان انا اتاخرت في الرد، لاني من شكل الرساله على طول ومن شكل الشركه ان هي بتطلب فلوس عشان خاطر تعمل لك ايداع لارباحك في حساب بنكي معمول مثلا على الانترنت. انا عارف على طول ان الطريقه دي واحده من طرق النصب المشهوره الفتره اللي فاتت. ان الفتره اللي فاتت شفت كمية اعلانات كبيرة جدا بتنزل اعلاناتها بصيغة ان انت هتقوم بشغل زي شغل الترجمة او شغل التسويق، النشر في الجروبات او على السوشيال ميديا، وحاجات بسيطة جدا، او حتى داتا انتري او كتابة على الوورد او تحويل مثلا من PDF الوورد. شفت كمية اعلانات بالشكل ده كتير جدا، وتشوف الارباح اللي هم كاتبينها تقريبا ارباح كبيرة جدا مقابل الشغل البسيط ده. انا اول ما بشوف الاعلان على طول لازم تفهم ان هنا في حاجة مش منطقية. ازاي الناس دي عارضة الشغل البسيط جدا ده مقابل الفلوس الكتير قوي دي؟ وطبعا يقين اتأكد بعد ما شفت اكتر من حالة نصب. في ناس كتير نشرت تجاربها على السوشيال ميديا وحتى على يوتيوب. هنا في ناس بتحكي ازاي تم النصب عليها بالشكل ده. وعلشان كده يا صديقي حاول تخلي بالك وحاول ما تجريش ورا اعلانات الربح السريع، لان غالبا وراها بيكون قصة نصب موجودة في الموضوع دوت، ويا اما هيضحك عليك او هيضحك على حد من معارفك. وعلشان كده يا صديقي لو لقيت اي عرض شغل موجود على السوشيال ميديا بيوعدك بفلوس كتير جدا مقابل مهام بسيطة جدا، هنا لازم تحس بالقلق وتعرف ان في حاجة مش منطقية. تاني حاجة عشان تتأكد حاول تعمل بحث عن اسم الشركة او تعمل بحث برقم التليفون او برقم الواتساب اللي الشخص بيكلمك من خلاله، لان اغلب طرق النصب دي بتتم من خلال رقم على الواتساب او من خلال حسابات التليجرام. وممكن كمان يستخدموا اسماء شركات مشهورة بحيث انت ما تشكش فيها. فحاول تعمل سيرش برقم التليفون اللي بيكلمك، لان غالبا لو حد تعرض لحالة نصب من نفس التليفون ده ممكن يحكي تجربته على السوشيال ميديا ويكتب الرقم ده. فمن بحثك للرقم ممكن يظهر لك بوستات او منشورات تبين لك ان الرقم ده عليه شبهات ولا لا. كمان يا صديقي اي شركة موجودة في الدنيا بتطلب منك فلوس مقابل ان انت تشتغل معاها، او بتطلب منك فلوس علشان خاطر تعمل لك ايداع بارباحك في حسابك او تحول لك ارباحك، لازم تعرف على طول ان الشركة دي نصابة. واول ما هتبعت الفلوس هيتعمل لك حظر على طول، ومش هتشوف الشركة دي تاني ولا هتشوف الشخص اللي بيكلمك ده تاني. اخر نصيحة عاوز اقدمها لك يا صديقي هي ان انت اسمع لقلبك. انت اول ما بتشوف اعلان بالشكل ده انت على طول بتحس ان في مشكله، لدرجه ان انت ممكن تروح تسال حد واتنين. احساسك غالبا بيكون في محله، لان انت حاسس ان الموضوع مش بالسهوله اللي هم بيتكلموا فيها. ليه انا اعمل كذا صفحه ترجمه ب $100 ولا ب $200؟ ليه اكتب صفحه وورد او صفحتين وورد او حتى 15 صفحات وورد واخد مقابلهم $250 ولا $500؟ الموضوع مش منطقي خالص. فاحساسك غالبا بيكون صح. وعاوز اقول لك يا صديقي ان بالرغم من كميه فيديوهات التوعيه من حالات النصب اللي شبه كده، الا ان في ناس كتير جدا من مستخدمين السوشيال ميديا واللي بيدوروا على الشغل من خلال الانترنت او يشتغلوا اونلاين لسه ما يعرفوش حاجه عن حالات النصب دي او طرق النصب دي. علشان كده يا صديقي اي فيديو تشوفه بيعمل توعيه لحالات نصب بتتم من خلال الانترنت حاول تعمل له شير وتحمي نفسك وتحمي غيرك من ان هو يتنصب عليه. الله اعلم الفلوس اللي انت جايبها او اللي انت حولتها للشركه دي الفلوس دي جايه منين. الظروف صعبه اليومين دول على الجميع، وربنا يعين كل واحد على حاله. وبس كده يا صديقي، خليك حريص على قد ما تقدر، وبالتوفيق ليك. سلام.